هذه المواجهة يلتقط هذه الكرة، والذي سيعلن بعد لحظات انطلاقة هذه المواجهة. كانوا موجودين إن شاء الله مع انطلاقة هذه المواجهة. أعطيك تشكيلة الزعيم. يبدأ اليوم فيليكس سانشيز بطريقة لم نعتدها عليه في الموسم الماضي، لأنه كيف يروح ويكون شكل الزعيم من خلال هذه المواجهة. باو بريم، وهنا لدينا الكرة الأولى والتسديدة الأولى بالنسبة للوداد الذي يتم الكاسية الرياضية. إن شاء الله سنة خير على الجميع. باو بريم اللاعب اللي جاي من برشلونة، وهنا لدينا جوفاني، كرة خطيرة خارج أرضية الملعب. مرور كان جميل جدا، قدرات جميلة بالمرور بالكرة، لكن الكرة مرت بعيدة عن المرمى، وكان من الممكن أن يأتي من خلالها يعني. وبعد المغاربة الإخوان، الجمهور المغربي مع الأهازيج، معها حرارة هذا الجمهور، تحس ان انت مسلطن طول هذا نور الدين مرابط في الجهة اليمنى. محاولة خطيرة وتسديدة، لكنها لدى مشعل برشم. اليوم السداوي اللي طالع يبي يتأكد. اوكي، اللعب ومشروع لمايسترو في وسط الملعب، هكذا تحدثت عنه الصحافة الإسبانية، وأنا جاي أقول لك هذا أحمد السيل رأسي واقع في أرضية الميدان، وهذه التسديدة التي كانت من نور الدين مرابط، لكن على دفعتين استطاع حارس المرمى مشعل برشم عملية التقاط هذه الكرة. حتى الآن تتكلم أكثر من ثلث ساعة، لسه بداية موسم. أمر طبيعي من يكون حاضر، خاصة أطوال الوداد أكبر. وهذه لدينا الكرة الخطيرة التي مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكرة الملعوبة، خاصة غياب معلم السايس. شوف كرة خطيرة جدا، يدوب مع أحمد السيل، أحد أطول اللاعبين الموجودين في الخط الخلفي، وأنت أضفت اثنين بمتر و76 ومتر و74 أوغستين، فمش على مستوى الكرات العالية لا راح يكونون جيدين. هذا لدينا كرة خطيرة الآن، نور الدين مرابط في الجهة اليمنى، مرور خطيرة، الله على كرة سددت جدا من عزيزكي، وكاد أن يسجل. عزيز حولها في الجهة اليسرى لمصلحة الوداد. هذه تسديدة، الله على كرة قوية جدا سددت من اللاعب طبعا محمد رايحي، والكرة اعتلت العارضة إلى خارج أرضية. بدأ الوداد يبحث عن الهدف الأول بشكل جاد جدا. بدأ الوداد يبحث عن الهدف الأول وبشكل برشم. لديه الكرة، يلعب الكرة الأمامية. هذه الكرة عملية ضغط، موضوع الخروج بالكرة حتى الآن يعاني من خلال الزعيم. والكرة التي تصل طارق سلمان حول فيها نور الدين مرابط من 2007 إلى يومنا هذا لعب ل13 نادي. هذه الكرة الآن تلعب عالية أمامية خطيرة مخيكة، والإبعاد يأتي الآن. 10 نادي، رقم كبير. لاعب لا يستقل من 2007 إلى اليوم. هذه الكرة والوقوع، واللاعب بعد ذلك يقدم كل ما لديه. هذه كرة خطيرة، وإبعاد يأتي من مشعل برشم. كرة من الجهة اليسرى، عرضية موجودة خطيرة للوداد، والكرة أمين وين يا أبو الفتح؟ شيء عن أكرم. هذه كرة خطيرة أمامية، ولكنها أبعدت من حارسي المرمى مهدي بن عبيد. راشد شيب المساعد الثاني، في حين عبد المجيد الكربي هو المساعد الأول، وعبد الرحمن الملا هو طبعا الحكم الرابع. هذه لدينا كرة الآن تلعب عالية رأسية في عملية الإبعاد، سوريا وركلة جزاء اصطاد جزاء. الكرة هل تهتز المرة الأولى؟ كالعادة يعرف طريق
بس هذا نور الدين مرابط عنده الكرة، محاولة موجودة الجهة اليمنى، خطأ عزيز ولا هل يلعبها باليسرى؟ نعم عزيز، ومشعل برشم في عملية حمزة الواسطي. جليرمي دخل، وهذه لدينا كرة خروج بشكل ممتاز. الواسطي يتواجد الآن، وهذه لدينا كرة خطيرة جدا لمصلحة السد، عرضية موجودة، أرضية اصطدت من مرابط. التدخل الموجود، الكرة التي لا زالت، الخطورة التي تأتي، المحاولة لا زالت خطيرة. الله، نعم يأتي التعادل بعد عمل وعرضية جميلة مثالية كانت حاضرة في اللقطة الماضية. نعم إلى العمل منذ البداية، الكرة في الجهة اليمنى، التدخل الموجود هنا، عملية المتابعة، بعد ذلك تأتي الخبرة على مستوى القائم الثاني. الله الله الله، 1-1 يأتي الآن هدف التعادل عن طريق حمزة الواسطي البديل الذي دخل يده منذ قليل يسجل التعادل. الواسطي